هذا اغرب براكاج وقع بواحد الطريقه ما تتخيلهاش. فكيفاش دار ليها هادشي اللي غنعرفو بعد الان. نبداو. سلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. كنتمنى انكم تدعموني بزر اللايك والاشتراك في القناه. نبداو القصه ديالنا. القصه غتبدا في 24 نوفمبر 1971 في ميريكان، في واحد المدينه معروفه سميتها بورتلاند. واحد الراجل سميتو دان كوبر في واحد المطار غيدخل المطار عادي، غيدير الاجراءات ديال السيكوريتي، غيطلع غيريح في المكان ديالو وغيبدا يكمل. كان لابس واحد الكوستيم كحل، كان تقريبا في الربعينات من عمره. كان كلشي مزيان. الطياره قلعات، دان كوبر عيط للموظفه اللي في الطياره وعطاها واحد الرساله. الموظفه شدات ديك الرساله ودارتها في جيبها ومشات. بقات غاده عادي، يعني بقات غاده عادي. قالت لها بغا يتبسل عليا ولا شي حاجه، مولفه داكشي. ملي كانت راجعه عيط ليها وقال لها قراي داكشي اللي في الرساله احسن لي، راه عندي قنبوله. بطبيعه الحال قرات الرساله، لقات فيها انها مكتوب انه تيقول لها راني عندي قنبوله. قال لها راه هدايا، ريحات حداه، بدا كيطلب منها شي اوامر وقال لها خاصك تجيبي لي 3 ديال لي باراشيد ومبلغ ديال 200 الف دولار. وقال لها هاد الفلوس بغيتهم يكونوا في شكاره. ملي نهبطوا الطياره ديروا لها البلان، وقال لها الا حاولتوا ديروا معايا الخشونه غادي نفرقع الزمر كامل. يعني راه ما كيضحكش معاها. الموظفه ملي سمعت هادشي تخربقات. السيد ما كيبانش عليه انه مجرم، ما عرفتش اش دير. الموظفه جمعت الوقفه مشات عند البيلوت علم البرج ديال المراقبه. البرج ديال المراقبه علم السلطات. الطياره في داك الوقت وصلت للمطار وما هبطاتش، بقات كدور فوق المطار على ما يوجدوا ليه داك المبلغ وداك لي باراشيد اللي بغا. الناس اللي كانوا في ديك الطياره من بعد مرور ساعتين هما كيدوروا من فوق المطار بدا كيدخلهم الشك. بداو كيقولوا كيفاش البلان. الموظفات بداو كيقولوا لهم انه راه كاين عندنا واحد العطب صغير في الطياره وغادي يتصلح وغادي نهبطوا. الموظفات بقاو تيلاو فيهم، تيقولوا لهم انهم يعني بقاو كيحاولوا يلاويو فيهم وما قدوش يقولوا لهم انه راه كاين واحد السيد يقدر يفجر الطياره، حيت ما كيتسناوش رياكسيون من دوك الناس. يقدروا يديروا شي رياكسيون اللي غريبه كاع ما متوقعينها هما كاع. بداو كيتبتوا فيهم. دان كوبر تيتمنظر من الشرجم ديال الطياره وعيط للمضيفه وطلب منه واحد المشروب غازي. وفي الاخير وجدوا ليه كلشي والطياره اخيرا هبطات في المطار. وباش هبطات دان كوبر ملي هبطات الطياره قال للبيلوت انه يمشي لابعد بلاصه ما كيدوزوش منها الناس. وملي مشاو لديك البلاصه طلب من المضيفات يسدوا كاع الشراجم ديال الطياره. وملي تسد كلشي ديك اللحظه جا الماناجر ديال الطيران وجاي معاه كاع داكشي اللي طلب دان كوبر. جاب ليه شكاره فيها 200 مليون وداروا البلان للطياره. دان كوبر تاكد من هادشي كامل، كلشي هو هذاك. وفي ديك اللحظه تطلق السراح ديال كلشي من غير المضيفه والبيلوت والكوبيلوت، يعني يبقوا هما 4 في الطياره. تما قال البيلوت يقلع ويمشي في اتجاه المكسيك ويمشي اقل سرعه ممكنه. وفي هادشي كامل يمشي على ارتفاع 3000 متر وما يفوتهاش. البيلوت وكوبيلوت قالوا لي هادشي راه ما يمكنش، ما يقدناش البلان باش نوصلوا لدان كوبر. قال لهم غير سيروا وديروا هادشي اللي قلت لكم وبلا ما تسولوا بزاف. الطياره قلعات وغادا طايره. بطبيعه الحال الطياره ما كانش طايره بوحدها، كانوا تابعينها 5 ديال الطيارات حربيه. بقاو غاديين طاح الليل، وصلت 8. في واحد اللحظه دان كوبر قال للمضيفه سيري عند البيلوت سدي عليك الباب وبقاي تما حتى نقولها لي. وكانت هذيك اخر مره شافتو فيها. تقريبا 8 ديال الليل البيلوت سمع الالارم ديال الباب. دان كوبر حل الباب لو الطياره لابس باراشيد، هاز الساكادو اللي فيه الفلوس ونقز من الطياره وسط البرد والظلام. اختفى دان كوبر. من بعد هادشي الاف بي اي بداو كيقلبوا، ما خلاو حتى بلاصه. قلبوا الغابه كامل اللي كان دايزه فوق الطياره مع 8 ديال الليل، ومن المحتمل انه يكون نقز فيها. ما لقاو والو، وجابوا حتى واحد الغواصه صغيره دوزوهم ديك الواد اللي داز فوق منه الطياره باش يشوفوا ما يعرف يكون مات ولا وقعت ليه شي حاجه. ما لقاوش ليه الاثار. ولكن الاف بي اي قبل ما يعطيو الفلوس خداو واحد الاحتياط، سجلوا كاع السيريات ديال ديك الفلوس اللي عطاو. الاف بي اي شدوا ديك لاليس وعطاوها للصحافه باش تنشرها. الاف بي اي داروا واحد المكافاه ديال 30 مليون. داروا المكافاه ديال 30 مليون باش اي واحد جاب لهم اي معلومه ولا شي حاجه كتخص دان كوبر منها الى لقى الفلوس اللي فيهم ديك السيري. ولكن واخا هكاك حتى واحد ما جا تمحى ليه الاثار لا لدان كوبر لا حتى الفلوس اللي عطاو. في ديك اللحظه في 1971 ما كانوش كيديروا لا دي ان. لا لقاتو ان دان كوبر كان كما وسط الطياره، يعني كاين لا دي ان ديالو.
شدوا داك الكارو وخباوه مع الدلائل وبقى مخبي عندهم. المهم بعد ما داز هادشي شكوا في بزاف ديال ديك الناس اللي يقدروا يكونوا هما دان كوبر، لان دان كوبر كان داير هذا الاسم غير وسيله باش يوصل لداكشي اللي بغا، يعني ماشي الاسم ديالو. اذا المعلومات اللي بقاو ليهم شي معلومات قليل. اول دليل انه في العمر ديال 40 عام. الحاجه الثانيه بانه كيعرف ينقز بالباراشوت، وقالوا انه تفهم شويه في الطياره. وهادو هما المواصفات اللي كانوا عنده. وباش تلقى شي واحد بهاد الدلائل صعيب بزاف. بطبيعه الحال بقاو تيقلبوا ولقاو بزاف ديال الناس فيهم هاد المواصفات، بقاو تيحققوا مع دوك الناس، ولكن ما لقاوش شي واحد كياكد عليه انه هو اللي شفر داكشي. كانوا ديك اليوم صايبوا داك البورتري روبو. هاد البورتري روبو كيفاش كيخدم؟ كيجيبوا بزاف ديال المعلومات على الوجه ديال داك المجرم، وكيبداو يقربوا داك البورتري روبو كيبدا يقرب لديك الصوره الصحيحه. داكشي اللي طرا وكونوا هاد التصويره اللي كتشوف هنا. واخا بهاد التصويره ما قدروش يوصلوا لدان كوبر، بقاو تيقلبوا سنوات ما قدروش يوصلوا لدان كوبر. واش مات ولا وقعت ليه شي حاجه ما وصلوش ليه كاع لحد الساعه، ما عرفوش واش هرب واش وقعت ليه شي حاجه. حتى لواحد النهار واحد الدري كان كيلعب حدا واحد الواد، هذاك الواد اللي كنا هضرنا عليه قبيله اللي مشاو ليه بديك الغواصه. داك الدري لقى 5000 دولار كلها مجموعه. عيطوا والديه للبوليس، والبوليس لقاو بصح ان ديك الفلوس فيها داك السيري. البوليس بصح لقاو داك السيريات اللي كانوا في الفلوس اللي عطاو لدان كوبر، اللي كانوا عطاو لدان كوبر 10 سنين هذه. وهنا البوليس زادوا تلفوا بزاف. واش دان كوبر دفنهم تما خزنهم ولا مات؟ يعني يكون طاح تما ومات. بقات هاد لافير كيبحثوا فيها، كيبحثوا حتى استعملوا لادين وقارنوا مع لادين ديال كاع دوك اللي كانوا شكوا فيهم، ولقاو بان حتى شي واحد من هادوك كان هو دان كوبر. بقات لافير حتى 2016، وفي 2016 الاف بي اي اعترفوا انهم غادي يسدوا هاد القضيه من بعد ما فقدوا الامل انهم يقدروا يوصلوا لدان كوبر. وكانت هذه اول قصه ديال شي واحد كيسرق الفلوس بلا ما يتشد في هذه القناه، وهذه كانت النهايه ديال القصه. الى هنا تنتهي قصتنا. شكرا على حسن الاستماع والى اللقاء.